السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم أخبار الرياضة. بس قبل ما نبدأ يا ريت تدعمونا بلايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وأول خبر معانا النهاردة عن هبدة الكابتن رضا عبد العال الجديدة. وفي هبدة من هبدات كابتن رضا عبد العال الجديدة، كابتن رضا بيقول عبد الله السعيد قدم مستوى متواضع أمام الأهلي، وإنه كان سبب في خسارة الزمالك أمام الأهلي بما إن الهدف الأول كان خطأ منه. وقال كمان في تصريحات تلفزيونية عبد الله السعيد دوره إيه؟ أنا من يوم ما شفته في الزمالك والإسماعيلي قلت عليه العوض، يقعد احتياطي وينزل في اخر الماتش او يعتزل ويحافظ على تاريخه. الجول الاول بسببه لان الكوره اتقطعت منه. مش عارف اقول لك ايه يا كابتن رضا، والله اهي ارزاق سبحان الله. اما عن تعليق مورينيو على فوز الاهلي، تحدث جوزيه مورينيو مدرب فريق روما السابق عن فوز النادي الاهلي على منافسه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد. وقال مورينيو في تصريحات عبر الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك: من الصعب أن نقول أن النتيجة عادلة، ولكن كان يجب الذهاب للأشواط الإضافية والاستمرار على التكافؤ من جانب الفريقين. الزمالك لعب مباراة كبيرة وقدم أداء جيدا وكان هناك تنافس قوي. سيعودون وهم في حالة حزن، لكن عليهم أن يفتخروا بما قدموه. الزمالك لا يستحق الخسارة من وجهة نظري، ومن الصعب علي أن أحدد من يستحق الفوز، ولكن من يسجل هو الذي يفوز. والله يا عم مورينيو، هو الزمالك تفوق على الاهلي نسبيا، لكن انا شايف انه يعني كان ماتش عادي جدا، ما يتلعبش في اصغر مركز شباب عندنا في مصر. كفايه بس انك انت لما اتسالت ما فيش ولا لاعب لفت نظرك في الماتش كافضل لاعب بالنسبه لك. يعني احنا على الله حكايتنا والله. وتشافي يعلن الرحيل. يرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أن أداء فريقه تحسن منذ إعلان الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الجاري، وفاز برشلونة على منافسه ريال مايوركا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني. وقال تشافي عبر تصريحات صحفية: قدمنا مباراة جيدة أمام مايوركا وخلقنا فرصا عديدة وحصلنا على 3 نقاط مهمة. لقد تحسن الفريق منذ إعلان رحيلي بنهاية الموسم. لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، أهدرنا ركلة جزاء كانت ستغير مجرى المباراة بالنسبة لنا. وعن إصابة بدري، قال إن إصابة لاعبه ليست سيئة كما كنا نظن في البداية، مع أمل أن يتمكن من العودة في الوقت المناسب قبل بطولة يورو 2024 مع منتخب أسبانيا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدفع اشتراك النت وتدوس لايك وتعمل شير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.